هل صحيح أن من بخر منزله باللبان الشهري يذهب الشياطين من المنزل؟ وهل يوجد دليل على ذلك؟ لأن كثيرا ممن حولنا يبخرون منازلهم عند الغروب اعتقادا منهم أنه يذهب الشياطين، وأنا لست مقتنعا بعملهم هذا شيء لا أصل له، وإنما يذهب الشياطين ذكر الله والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منزله ذلك. وقال: إذا دخل الإنسان منزله مساء وقال بسم الله قال الشيطان: لا نبيت. وإذا سمع عند الأكل قال: لا نبيت ولا عشاء. فالتسمية بالله والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذه من أسباب الحصن من الشياطين. وهكذا قراءة القرآن كل ذلك من أسباب السلامة. فينبغي المؤمن أن يفعل ما شرعه الله من التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومن التسمية عند الدخول وبسم الله عند دخول المنزل، والتسمية عند الأكل وعند الشرب، هكذا السنة. وإذا كرر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات كان أولى وأفضل. كذلك وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 3 مرات صباحا ومساء، هذا من أسباب السلام من كل شر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 3 مرات صباحا ومساء. وهكذا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك، وإن كرر 3 فهو أولى وأكمل كما جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذه التعوذات وهذه الأذكار هي التي يقي الله بها العبد من شر الشياطين ومن كل ما يضره. أما المخبور الذي ذكره السائل فلا أصل له. جزاكم الله خيرا.